السلام عليكم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. شكرا لكم جزيل الشكر. رياض محرز يستفز غوارديولا بتصريح تاريخي بعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، ولن تصدق ما قالها. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى تصلك جميع الأخبار. شكرا لكم جزيل الشكر. تعرض مانشستر سيتي لضربة قوية ثانية خلال مواجهته أمام ريال مدريد بملعب الاتحاد اليوم في ذهاب الملحق المؤهل لدور ال16 بدوري أبطال أوروبا. وأصيب السويسري مانويل أكانجي مدافع السيتي قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، ومع ذلك فقد أكمل المدافع السويسري الوقت المتبقي من الشوط حتى لا يلعب الفريق منقوصا خصوصا مع ضغط ريال مدريد. وبين شوطي المباراة قرر المدرب الإسباني بيب غوارديولا سحب أكانجي والدفع بريكو لويس بدلا منها. وتعد هذه الإصابة الثانية التي تضرب مانشستر سيتي خلال المباراة بعد إصابة جاك جريليش في الدقيقة 29 ودخول في الفودين بدلا منها. وحسب ما تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي في عدة مقالات، حيث أكدت أن رياض محرز استفز بيب غوارديولا، حيث قال: لقد تابعت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عن كتب، وما يمكنني قوله هو أن مانشستر سيتي هذه السنة ليست على مستواها المعهود. أظن أن النهج غوارديولا غير سليم ولا يهتم بنجومها. ما رأيكم بما قاله رياض محرز؟ أجيبون في التعليقات.